جماعة الكوبرا المصرية، وعايز اقول لكم يعني من اخطر التعابين اللي بتبقى موجودة في مصر. بص زي بقها ما انتم شايفين اهوت. لسانها اهو. الكوبرا المصرية ديت يا جماعة اللي احنا عملنا لايف قبل كده، كده الوان جميلة أوي. زي اورنج اهيت هو كله بيبقى كده، بس انت الجسم ملسه بتاعه. زيتوني. بس اللي هو كل ما كان اصغر كل ما كان الوانه بتبقى زاهية اهو، بس اللي مع السكندري اهوت اكبر. الحتة بتاع الفوق 30. زي ما انتم شايفين اهوت يا جماعة، هو باصص للكاميرا اصلا. اسمه الهرسين الاحمر، هو علشان خاطر بطنه حمراء يعني، او بيبقى سهل بيبقى خالص. بيبقى ان ده بتبقى منقرشة كده. بيبقى وكمان ده بيبقى غامق وده بيبقى فاتح. النقشة مختلفة يا احمد. النقشه مختلفه بس برضه الحتة دي جميلة جدا جدا يعني. بس طبعا هي حديثه الصيد علشان كده هي شرسة. شرسه شويه. والحتة دي مش للبيع عشان محدش يسأل على سعرها. ورحمة الله وبركاته. طبعا يا جماعة اللي يعرفني يعرفني واللي ما يعرفنيش، أنا اسمي أحمد شويبس. بنعمل فيديوهات على اليوتيوب، والفيديوهات ديت بتبقى عبارة عن مشروع مربح نظري وعملي قدام الكاميرا، يا إما نوع تجارة من أنواع التجارة المربحة. طبعا معانا أحمد السكندري، والنهاردة هنتعرف على أنواع التعابين. معانا تشكيلة تعابين كتير قوي. النهارده أحمد السكندري هيورينا حاجات كتير قوي من عنده، من أول الكوبرا لحد ابو السيور نبتدوا بأول حاجة بالكبر. تمام. دي طبعا الكبرى المصرية. ايوه خلي بالك بقى علشان خاطر ايه، احنا مش قريبين من الميري قوي يعني. تمام. ايوه الله. دي طبعا الكبرى المصرية، شفناها قبل كده في فيديوهات كتير وهي مشرعة بتلعب. دي حتة حجمها حوالي 1.80 متر أو 2 متر. ده يا جماعه الكوبرا المصريه، وعايز اقول لكم يعني من اخطر التعابين اللي بتبقى موجوده في مصر. بص زي بقها ما انتم شايفين اهوت. لسانها اهو. الكوبرا المصريه ديت يا جماعه اللي احنا عملنا لايف قبل كده، طبعا بذبحها واستخراج الدهن منها، لان الدهن بتاع الكوبرا المصريه على فكره بيبقى مفيد جدا للبني ادمين، سواء ناس بتستعمله في الشعر وسواء او للعظم، المفاصل والالتهابات والحاجات دي كلها. في كوبرا بقى تانية صغننة، معلش امسك كده ثانية. ايوه. طبعا يا جماعه عايز اقول لكم مفيش استهوان خالص بالكوبرا المصريه، لان انواع الكوبر عامه بجميع انواعها سامه، والسم بتاعها قاتل جدا جدا. الكوبرا دي لونها مميز جدا 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 يعني. الكوبرا دي بقى احنا اول مره نشوفوها. دي جاية من على الحدود، من ناحية رفح، من ناحية الحتت دي، ممكن احتمال كبير أو ما تكونش مصرية. نوضح لكم الألوان شوية. جايه من على الحدود، خلي بالك. بص ألوان بطنها، قبضات، قبضة فاتحة وقبضة غامقة. التشريعة بتاعتها كلها سودا. ايوه. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، الدماغ والجسم غير بقيه الكبر، بس احنا يعني ايه بنقوله جميع الكبر. وعلى فكره يا جماعه عايز اقول لكم على حاجه، الكبرى يعني الكبرى كل ما كانت اصغر كل ما نسبة السم فيها أعلى، كل ما كان النسبه فيها اعلى. يعني احنا لو حد خير حد ان هو يتلدع من كبرى كبيره زي اللي احنا لسه مطلعينها دلوقتي،
ولا الكوبرا الصغيره دي؟ لا، الكوبرا الكبيره هي يعني تقرصه يعني احسن طبعا من الكوبرا الصغيرة، طبعا. صح كده؟ اه طبعا احنا اول مره نشوف كوبرا بالالوان ديت وهي عند احمد السكندري. طبعا بيبقى ليه اسم تاني احمد؟ الكوبرا المصرية النجا هجا. نجا هجا ده الاسم العلمي بتاعها. لا، ما بين الكوبرا ديت والكوبرا ديت. الكبيرة بيبقى اسمها الكوبرا، الصغيرة بيبقى اسمها أشيد أو أشقور. ده أبو السيور. ابو السيور. بس عايز اقول لك على حاجه، التعبان يعني ابو السيور المره دي يعني في الوان كده ألوان جميلة زي أوي. زي اورنج اهيت. هو كله بيبقى كده بس أنت أول مرة تركز فيه. تصدق مسكت تفاصيله جميلة. مسكت كتير من التعابين، لكن برضو او ممكن يكون ابو السيور اللي احنا مثلا كان بيبقى معانا مثلا بيبقى زي ده، ما ده برضو ابو السيور، صح كده؟ يعني بصوا كده يا جماعه، ما بين ابو السيور دوت وابو ده السيور الملس. دوت. ده الملس. ده الملس، وده دي حتة اللي هو مخططة أهي. المخطط زي ما انتم شايفين اهو. طبعا يا جماعه عايز اقول لكم على حاجه، في طفرات بتبقى هاديه وطفرات بتبقى معفرطه زي اللي ماسكها احمد السكندري كده، زي اللي احمد السكندري جاي معاهم بيه. هات 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 هات. ده نتاية ده يا سكندري، صح؟ دي انت بس دي ده مقطوع اساسا. زي ما انتم شايفين كده انواع التعابين المصريه. طبعا ده تعبان غير سام. طبعا ده ابو السيور زي ما انتم شايفين. تعبان نصف سام بس سمه ما يأثرش على البشر. شايفين التخطيط بتاع الجسم بتاعه، والزيتوني. بس اللي هو كل ما كان اصغر كل ما كان الوانه بتبقى زاهيه اكتر زي ما انتم شايفين كده. ايوه. طلعنا كانت. طبعا يا جماعه عايز اقول لكم ان احمد السكندري انواع التعابين بالنسبه كله طبعا بيبقى فيه دهن، لكن دهن الكبرى اكتر تعبان بيبقى فيه عشان بيبقى حجمه كبير. الكبرى طبعا حجمها كبير. ومن افضل طبعا الدهون من افضل الدهون دهن الكبرى اللي احنا بنعالج بيه المفاصل، وطبعا الناس بتعمل بيه زيوت الشعر وبتدهنه على الجسم وعلى الركب وعلى الظهر والكلام دوت. في بقى معانا حاجة تانية، صح؟ في لسه 3 انواع كمان. 4 انواع كمان. ده الهرسين الرصاصي. من التعابين الهادية جدا. ما عدش ناقي ده. من التعابين الهادية جدا يا جماعة زي ما انتم شايفين اهو. طبعا تعبان غير سام. الوانه جميله قوي 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 يعني. بص بطنه من تحت بيضه ومن فوق رصاصي. اهو بس اللي مع السكندري اهوت اكبر. الحته بتاعت 30 ولا حاجه. ده ممكن اي حد هاوي يستخدمه سكندري، صح؟ جميل قوي، جميل قوي. التعابين الهاديه ما تعضش، شكلها بيبقى سهل، شهيتها بتبقى مفتوحه جدا. بيبقى التعبان بصحة كويسة. ده الهرسين الرصاصي. الهرسين الرصاصي زي ما انتم شايفين اهو يا جماعة. في الاخر بقى نتكلم عن الاسعار حاجه حاجه، بس نوري الناس الحاجات. طبعا يا جماعه عايز اقول لكم التعابين اللي هي الغير سامه ممكن اي هاوي ان هو
يستخدمها في التربية، او ان هو مثلا طبعا بالنسبة للكبر ما بننصحش خالص. يعني. حتى احمد السكندري لما حد بيتصل بيه ان هو يكون عايز كوبرا، ان عايز كوبرا، ايوه بالظبط كده. ده بقى تعبان جميل قوي قوي قوي، اسمه الارسين الاحمر. باين كده الكاميرا. نوم بطن حمرا خالص. امسك كده، طلع حته تانية. طب زي ما انتم شايفين اهوت يا جماعه، هو باصص للكاميرا اصلا. اسمه الهرسين الاحمر، هو علشان خاطر بطنه حمراء يعني او لا هو برضه من فوق احمر. طلعنا كمان. هات كده. طلعوا بقى الخضيري. الخضيري على فكره يا جماعه، انا عايز اقول لكم على حاجه. اي تعبان بيبقى حديث الصيد بيبقى شرس جدا، بيبقى شرس، وبعد كده بيهدى مع الوقت. قفل كده. اه هو ده اللي احنا بقى بنتكلم عليه. ده تاني اكبر تعبان في مصر بعد الكوبرا المصريه، بيوصل 2 متر. امسك كده يا احمد. خلاص بلاش. هات بس اديني بس ايه، ده باظ الدنيا خالص. اوعى كده، هو بس بيخبي دماغه. تس تس تس. طلع حته كمان. ده الدكر. الدكر بيبقى سهل خالص. بيبقى ان انت بتبقى منقرشه كده. بيبقى وكمان ده بيبقى غامق وده بيبقى فاتح. النقشه مختلفه يا احمد. النقشه مختلفه بس برضه بيبقى الاثنين خضيري. النتايه منقرشه. وده اغمق. على فكره الخضيري ده تعبان يعني، بص مش عايز اقول لك احسن تعبان ممكن تربيه في التعابين المصريه يعني، فاهمني؟ تعبان تحفه جدا. تعبان تحفه جدا كحجم وكالوان وشهيه، بسم الله ما شاء طبعا الله. ده يا جماعه حديث الصيد صح كده؟ ده حديث الصيد. حديث الصيد، علشان كده تلاقي الدنيا معفرطه يعني معاه. ايوه ايوه يا فندم، امسك. هات. اقفل على طول. نفتح كده. حط. اقفل على طول. قفلنا على طول. بص العض اهو. هو بيعض اهوت يا جماعه. تالت مرة نتعدى قدام الكاميرا. يعني عايز اقول لكم مفيش اي خطر، هي تجربة حصلت كده. تجربة حصلت كده ايه قدام الكاميرا بالصدفة. طلع نوع كمان. هو الدساس. ده اخر نوع صح؟ الدساس. الدساس الصعيدي بيسموه كده صح؟ هات كده كيس، كان في كيسة تانية كان فيها دساسات. احمد السكندري لسه جايب شغل، ولسه طبعا منظمش الحاجه كلها، لسه في الكياس بتاعتها. واحنا طبعا جينا نصور مع احمد السكندري. انت بتعرفه من ريحته؟ والله؟ انت مأمن على الكيس جامد. ما تعرفش. ايوه. ده بقى حاجة اسمها يا جماعة الدساس الصعيدي. الأصلة المصرية، إنه بيبقى ألوانه شبه الأصلة، غير كده هو بيولد مش بيبيض. على فكرة يا جماعة الدساس الصعيدي دوت من التعابين النادرة، ومن التعابين اللي عندها ان هي يعني التعابين كلها بتبيض، دوت الوحيد اللي بيولد. الدساس جميل جدا على فكرة، وطريقة تربيته جميلة جدا. ألوانه زي ما انتم شايفين ألوانه تحفة. غير كده الدساس بس هو عيبه حاجة وحيدة، الدساس مش بيكبر قوي.
يعني دي احجام الدساس. كده دلوقتي هوريكم حته الحجم ده نادر ايوه انا جدا. كنت لسه هقول لك احنا عايزين نوريهم بقى ايه حته من الدساس اللي هي الايه نادره جدا جدا، نادره جدا. الحجم ده فين وفين لما بيتمسك بالظبط كده. ماشي افتح كده احمد سامي. تعالى حط بص عضه كمان اهي. هات كده اول ما تجيب التعبان. دلوقتي بقى احمد السكندري هيوريكم نوع من انواع الدساس الصعيدي زي اللي احنا شفناه دلوقتي، بس طبعا بحجم مختلف وحجم محدش بيعرف يوصل له كتير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحجم ده نادر جدا، الحته دي متر، نادر جدا لما الدساس يوصل لمتر، نادر جدا جدا يعني. شبه الاصله بالظبط يعني، بسم الله ما شاء الله عليه. على فكره الدساس ده احمد انا شفته كذا مره بيتظاهر بالموت. هو بيعمل نفسه ميت بيتقلب على ظهره. يعمل نفسه ميت ها؟ بس مش جميع التعابين الدساسه هي بتعمل كده. ايه؟ مش جميع التعابين الدساسه اللي بتعمل كده. لا في تعابين كتير سلوكها كده. في تعابين كتير سلوكها كده. تتظاهر بالموت لغايه لما الحاجه الكبرى كده برضه. بالظبط كده. زي ما انتم شايفين. قرب كده بالكاميرا شويه. الحته دي جميله جدا جدا يعني. بس طبعا هي حديثه الصيد علشان كده هي شرسه شويه. والحته دي مش للبيع عشان محدش يسال على سعرها. احمد طبعا في حاجات كده بيخليها لنفسه. الحاجات اللي بتبقى نادره زي دي كده ما بيبيعهاش، لان دي طبعا ده ممكن يكون عمره قد ايه يا احمد؟ لا دي عجوزه. عجوزه قوي 5 سنين 6 سنين. 5 سنين 6 سنين. نتكلموا بقى عن الاسعار، حاجه متفصله كده. نتكلموا عن الاسعار. طبعا الخضيري نبدا الاول بالسيور. بنبتدي من اول 50 لحد 180. من اول 50 جنيه لحد 180. ده بالنسبه لابو السيور. في الهرسين الرمادي الايه؟ الهرسين الرمادي او الرصاصي. الهرسين الرمادي او الرصاصي. ده سعر بيتراوح من اول 100 جنيه لحد 200 جنيه. من اول 100 لحد 200. وسط في كبير يعني في الصغير. الوسط ب 100 وانت طالع بقى لحد 200 جنيه. الهرسين الاحمر من اول 150 برضه لحد 250 جنيه. طبعا معانا الخضيري في المرتبه الرابعه. الخضيري سعره بيتراوح من اول 150 لحد 750 جنيه. الاحجام اللي هي الكبيره قوي. الخضيري في منه احجام بتاعت الكبار، بتبقى احجام محمله قوي كده. بس الحته اللي شبه اللي معانا دي تعمل لها حوالي 250 300 جنيه. 250 300. بالنسبه للدساسات بتبتدي من اول 200 جنيه. اللي هي زي اللي على حجرك دي. لا مش نفس الحجم. ايوه مش نفس زيه. ان الحته اللي كانوا مطلعينها من شويه من اول 200 لحد 350. من اول 200 لحد 350. لحد 350. الحته دي هتبقى عامله حوالي 750 جنيه. 750 جنيه بس هي مش للبيع يا جماعه. بيكررها هو تاني، الحته ديت مش للبيع. تمام. طبعا يعني بالنسبه لاي تعبان احنا بنطمن ان هو غير سام. هو طبعا معروض للبيع مفيش كلام، لكن الكبر والحاجات السامه اللي بتبقى مثلا مش للبيع الا في حالات الفحص العلمي. بالظبط كده. حالات مثلا ان هو بيتاخد منه دهن، احنا اللي بنطلع منه الدهن. وان شاء الله هيكون في زيوت قناه نجاح بلا حدود هتنتجها مع احمد شويبس واحمد السكندري، وهنطلعها للشعر وللعظم والخشونه والالتهابات والحاجات دي، وان شاء الله نعلن عنها قريب جدا. وطبعا كان معكم احمد شويبس واحمد السكندري من قناه نجاح بلا حدود. ما تنسوش لايك سبسكرايب لو الفيديو عجبك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.